I wanna end me. I wanna end me. وصل نور الرجل الجمجمة إلى 400 واط، لكن نوري أنا أقوى. بدأ الاثنان مسابقة لمعرفة من يمكنه أن ينور أكثر. فجأة تعرض لضربة بالسيف. كفى من المزاح. سأل الرجل الجمجمة: لماذا أصبحت أصلع مثلما أنا؟ أنت تقلدني. يجب أن تموت. وفي تلك اللحظة بدأ القتال. توالت الضربات، وفي الوقت نفسه حقق الصبي الصغير في المتجر إنجازاً كبائع جرعات، ووصل أيضاً إلى المستوى السادس وفتح خاصية الرؤية. لكنه كان في حيرة. رؤية؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ قال له النظام إنها مجال وهمي، يشبه مرآة للأحداث التي وقعت منذ آلاف السنين في هذا العالم المظلم، ومن خلالها يمكنه التواصل مع كائنات أخرى. فكر لين أن هذا شيء يشبه مجال الوعي، وأخبره النظام أنه في كل مرة يدخل فيها ستكلفه 500 عملة من عملات الجمجمة. لين: واو، هذا مكلف. لكن ماذا يمكننا أن نفعل؟ لقد كسبت الكثير اليوم، هيا لنستكشف الأمر. ضغط على علامة العين وانتقل إلى مكان مليء بالخضار وكأنه لا يوجد شيء. سأل: هل هذا هو ما يسمى بنظام الرؤية؟ رد النظام: نعم، هذه الهاوية 11 من العالم، وهذا مجال الرؤية رقم 900، وهنا يمنع الكائن الأعلى أي نوع من الصراعات. نظر البطل إلى الكائن الكبير وقال في نفسه: هل هذا هو الحاكم الأعلى الذي يرى كل شيء؟ ثم سأل النظام: هل لديك علاقة بهذا الكائن الأعلى؟ أشعر بشيء مألوف عندما أراك. رد النظام: لا توجد علاقة على الإطلاق، ومنحه ألف عملة غريبة، وشكل له رمزاً على ذراعه وأخبره أنه يمكنه التحقق من المعلومات، لكن يجب أن يكون حذراً حتى لا يكتشف أحد من الكائنات مكانه الحقيقي. قام لين بتحويل 1000 عملة ذهبية من حسابه إلى حسابه في هذا العالم، وهنا لكل شخص نافذة بيانات. كانت لوحته تقول: لين من سلالة البشر، جاء من عالم آخر بلا هوية، ومعه 1000 عملة وتصنيف خطورة متوسط. كان حوله أشباح، وفجأة وصلته رسالة تقول دم وتنبهه إلى وجود معركة تحدث في زقاق الأسباح، صياد ضد فارس أسود، وأي شخص يرغب في المشاهدة عليه دفع 20 عملة. لين: كيف يعمل هذا الأمر؟ هل يمكنك حقا الحصول على معلومات بهذه الطريقة؟ دفع الاثنان 0 عملة وانتقل. قال: يا إلهي، أنا في زقاق الأسباح. الرسوميات هنا مذهلة، وأسمع بالفعل صوت القتال يدور. بدأ ينظر حوله ليشاهد من يتقاتل. هل هذا هو الصياد والفارس الأسود؟ المعركة مستمرة، وجاءه تنبيه بأن الفارس الأسود تصنيفه 171 مقابل تصنيف الصياد 143، والناس في الدردشة يتحدثون عن القتال. كتب أحدهم: يا خرابي، أريد أن أرى الضربات لكن لا أرى سوى رؤوس صلعاء. كان لين مرتبكا: ما هذا؟ لماذا أشعر كما لو أنني أشاهد بثا مباشرا على يوتيوب؟ لم أكن أتخيل أن العالم المظلم سيكون حديثا هكذا. حسنا، إذا استطعت توسيع عملي في عالم الرؤية هذا سيكون أمرا جيدا. تخيل لو أقدم أدوية ومساعدات وكل شيء يصبح أسهل. لكن إذا كانت قد دخلت هنا، فإن الرجل الكبير يمكنه الدخول أيضا. لماذا لا يستغل ذلك في تسويق المتجر؟ ثم نظر إلى المحادثات ووجد أن هناك دردشة محلية. قال لنفسه: يا سلام، هذا يشبه تماما لعبة أونلاي. وفي الدردشة كان هناك شخص يقول: احذر من محل الدكتور هذا. عندما ذهبت إلى هناك وجدته فوق شخص باستخدام منشار يقطع كل شيء، وكذلك كتبت العروس شيئا هناك. هذا الدكتور البشري غريب جدا. ذهبت إليه وأدخلت يده في حلقي لسحب ذراع العروس، وما زال يؤلمني. كان لين مرتبكا. لماذا يتحدث الجميع بسوء عن متجرنا الجيد؟ يا إلهي، يجب أن أتحدث معهم. سيؤثر عملي سلبا إذا استمر الوضع هكذا. في تلك اللحظة رأى ملف الشبح المتعطش للدماء وضغط عليه. كان وكأنه دخل على نستغرئ مخصتها، وفي منشور واحد كان هناك شبح محترق يقول: أمس عندما ذهبت إلى المتجر كان يقوم بشيء غريب مع ابنتك، لا أعلم ما هو، لكنه ليس طبيعيا. عرف لين أنه قد انكشف. الآن أصبحت تعرف كل شيء. ضغط بسرعة للخروج من هناك وعاد إلى المتجر. يا إلهي، يجب أن أغلق الباب بسرعة قبل أن تأتي. لكن أول ما كان سيتجه لإغلاقه مسكت يدها الباب. دخلت وقال: كيف حالك يا ابني؟
هل تغلق المتجر مبكرا اليوم؟ هل تخاف من دخول أحد؟ في ذهن لين: يا ساتر، لقد جاءت. فرد عليها: لكن لا أشعر أنني بخير. فكانت أرغب في الراحة قليلا. انخفض مستوى التأييد. وضعت يدها على كتفه وقالت: هكذا. يقوله من أمر مؤسف. كانت فقط أريد أن أشكرك على اهتمامك بابنتي. بلغت الأزمة 79. قال لين: لا داعي، حقا. هذا واجبي تجاه أي شخص. هل هي تحاول شكرني؟ بدأ يبحث في جيبه عن لعبة أطفال من شيكاغو، وفجأة وجدها أمامه. سألت: لماذا لا تقبل شكري بإخلاص؟ مرة أخرى بدأت مهمة النجاة، والأزمة وصلت إلى 85. هي قريبة منه. وصلت إلى 94 ولم يحدث شيء. فجأة دخل شخص إلى المتجر وقال: يا ولدي، هل تغلق؟ وعندما نظر إلى الوراء كانت الجدة الجزارة. قال لين: أشعر بالتعب قليلا، لذا أريد أن أرتاح. كيف حالك اليوم يا جدتي؟ قالت الجدة: لقد كبرت ومحدش يسألني عن قصصي، لكن ما أهدته لي اليوم شيء عجيب. رد لين: لا تقلقي، لدي شيء جديد لك. ثم أمسك بشعر الصياد والهيكل العظمي. قال: انظري إلى كل ما جمعته. سألت الجدة: وأنا هنا رأيت الاثنين الصلع يتقاتلون، هل أنت من حلق شعرهم؟ رد لين: نعم، هؤلاء عملاء جيدون. كانت الجدة مندهشة. لم أتخيل أن أجد شخصا مميزا كهذا في زقاق الأسباح، كأن كل الناس هنا مرتبطين بك يا ولدي. قال لين: هذا شرف لي أن أساعد الجميع. إذا كانت تريدين يمكنك الدخول والجلوس لتستريحي. شكرته الجدة ودخلت. فكر لين. كانت محظوظا أن الجدة ظهرت، وإلا كانت هذه السيدة قد تقتلني، كما أنني أنهيت مهمة الهروب من شر السيدة، وحصلت على تشخيص لعنة. ثم سألته الجدة عن هذه السيدة. قال: هذه عميلة وجارتنا التي جاءت حديثا، بنت لطيفة وجميلة. قالت الشبح له: طالما لديك أحد هنا فلن أزعجك. أنا ذاهبة لأطبخ شيئا لذيذا جدا اليوم، وأريدك أن تأتي عندي. بيتي رقم 45. لن ترفض. وأرته أكثر ما يحبه. وبدأ عقله يتلخبط، واستلم مهمتين، واحدة يجب أن يرفضها وأخرى يجب أن يقبلها، والاثنتين عليه أن ينجو منهما. أراك في المرة القادمة. قال لين: الحمد لله، أخيرا رحلت. لا تجيء مرة أخرى يا ست. قالت الجدة له: احترس، لا تحاول إزعاج أرواح مثلها، لأنها قد تعذبك للأبد. شكر لين الجدة على تحذيرها. لو لم تأتي لكانوا قد سحبوني بالفعل، أليس كذلك؟ قالت: إنه يستحق الحماية. بدونه لن يكون زقاق الأسباح موجودا، لكن الجدة ستساعدك هذه المرة فقط. ما سيحدث بعد ذلك ليس مسؤوليتها. ثم غادرت. عندما نظر إلى الساعة أدرك لين أنه كان محظوظا هذه المرة. كل ما يتمناه هو أن يصل المدير سريعا لينقذه، لكن الوقت يمر والمدير لم يأتي بعد. كان يتنقل ذهابا وإيابا، لا يعرف ماذا يفعل. يمكنه أن يحاول البقاء في المتجر حتى ينقضي اليوم، ولكن إذا كان حظه سيئا مثل الأمس فسوف يأكله الوحوش. يمكنه الذهاب كضيف عند السيدة التي ترتدي الفستان الأحمر، لكن هذا يبدو ككارثة أسوأ. لا، عليه أن يهدئ نفسه. أتعلم. لنذهب إلى عالم الرؤية لنرى بعض المعلومات. بمجرد أن نظر إلى الدردشة كانت الساحرة تتحدث مع الشبح المحترق. سألها: عظمتك؟ هل قتلت الطفل البشري هذا؟ قالت إنها تقريبا فعلت ذلك، لكن الجزارة جاءت وأنقذته. لكن لا توجد مشكلة، هي دعته إلى العشاء اليوم. إذا جاء فهي تحضر له عرضا صغيرا، وإذا لم يأت سيكون هذا أفضل. خرج بطلنا من الرؤية وهو يشعر بالخوف. ماذا سأفعل الآن؟ إذا كانت تقول إن الوضع سيصبح أسوأ إذا بقيت، يجب أن أتحرك وأذهب إليها. هذا عشاء مهمل، ماذا يمكن أن يحدث؟ فتح الباب وغادر. استعد بطلنا، ولكن في أول خطوة خارج المتجر كانت اللعنات جميعها تنظر إليه. بدأ بوضع بعض النقاط في قوة التحمل لزيادة فرصه في العودة حيا والذهاب إلى بيت السيدة. وصل هناك ودخل قائلا: مدام، ضيفك وصل. لكن لم يكن هناك صوت على الإطلاق. كل ما يراه هو جثث معلقة. بالطبع الجميع بخير، أليس كذلك؟ لكن بطلنا لديه ميول غريبة. بدلا من الخوف بدأ يدفعهم ويقول: هؤلاء ليسوا جميلين مثلي، حرام عليهم. تابع السير في المنزل حتى وصل إلى طاولة العشاء. لكن أين الساحرة؟ بدأ يتجول في المنزل
ونحن نرى أنها تراقبه من المرآة. قالت الساحرة: الجميع، لقد وصل الدكتور، حان الوقت ليقابلنا. وفي دردشة يوتيوب المظلمة، قالت الدمية الدموية إنه ليس من الجيد قتل لين، لأنه إذا عاد الدموي سيأتي للانتقام، لكن الشبح المحترق يقول إنه يجب عليه دفع ثمن ما فعله في زقاق الأسباح. سأل هيكل عظمي إن كانت ستقتله، فقالت الملكة إنه سيكون سهلا جدا. قبل موته تريد أن ترى الرعب في وجهه ليعود لها أضعاف ما فعله بابنتها، ثم ضغطة بيدها وأمرت المخلوقات الموجودة في منزلها. كان لين يتمشى هناك وهو نائم قليلا منتظرا الفتاة. فجأة سقطت سلسلة بجانبه مع كل الجثث. سأل لين نفسه: ما هذه الهلاوس الغريبة؟ بالتأكيد ليست مجموعة من الأجساد هنا، أليس كذلك؟ عندما نظر مرة أخرى وجدهم يقتربون منه. يا إلهي، هذه ليست هلوسة. توقف، أغلق عينيه، وعندما فتحهما وجدهم قريبين أكثر. اهدأ، هذا يحدث فقط إذا مشيت عليهم بعيني. لكن ماذا أفعل الآن؟ لقد اقتربوا كثيرا ولا أستطيع حتى أن أتحرك. ظل واقفا قليلا، ولكن عندما أغلق عينيه مرة أخرى كان أحدهم في وجهه وهو مصدوم، والناس الذين يشاهدون مندهشون. كان يجب أن تكون الملكة الدموية. لا يوجد أحد يعرف كيف يرعب بهذه الطريقة. بالطبع اقترب من البكاء لأنه الآن يدرك أنه إذا أغلق عينيه سيعده هذا الكائن. قالت الملكة للجميع أن يهدأوا قليلا، لأن هذا مجرد طبق جانبي والمتعة لا تزال قادمة. لكن عندما نظرت وجدت بطلنا يفحص فم المخلوق. لم يفهم الناس المتفرجون ما الذي يفعله، لكن لين كان يعمل على ما يفترض به. قالت الدمية: ماذا أخرج من فمه؟ قال أحدهم: أعتقد أنها سنة ذهب. هذه شيء ثمين في عالم البشر. إذن ليس خائفا إذا كان يأخذ الشيء. دخلت الملكة في الدردشة وقالت: لا، مستحيل. هو فقط يتظاهر بأنه هادئ. لكن بطلنا كان بالفعل يهدئ أعصابه. كان يعرف أنه لا ينبغي عليه أن يرمش، وكان الجميع يعتقدون أنه يخطط لشيء للهروب. لكن بطلنا يفكر: هؤلاء المومياوات يبدو أنهم أقوياء جدا. بعد ذلك أخرج أدواته، والجميع لا يفهمون ما الذي سيفعله. ذهب نحو مومياء وضربها في مكان معين. شعرت الملكة الدموية بالألم. كان لين يعمل عليهم واحدا تلو الآخر بنفس الطريقة. أصبحت دردشة كلها متحمسة وتقول إن هذا الرجل غريب جدا، ويبدو أنه يتحمس أكثر عندما يرى المومياوات. قال بطلنا لهم: من القادم. كانت الملكة غاضبة. أمرت الجميع بالهجوم عليه. جاء أحدهم ليعضه. لكن الآن أصبح بطلنا واثقا، واحدا تلو الآخر يسقطون أمامه. والجزء الأسوأ هو أنه دائما يقطعهم في نفس المكان. الملكة الآن تشعر بالخجل. الجميع يقول إن هذا الرجل قوي، أليس كذلك؟ يبدو أنه ليس خائفا. انظروا إلى لين وهو يتجه نحو الباب. هل هو يحاول الهرب؟ لكن يبدو أنه كان متحمسا جدا، والآن أصبح خائفا. لا، انتظر، ما هذا الصوت؟ انتظر، لقد سمعت هذا الصوت من قبل. كان بطلنا يجري بجنون. جاء الوقت ليقابل الطفلة. أخرج المنشار الكهربائي وبدأ يقضي على جميع المومياوات المسكينة. لكن المشكلة هي أن عقله بدأ يتدهور مع كل هذه الأحداث. كانت الدردشة كلها مشوشة، والشبح يقول إن الملكة ستضطر لاستخدام طرق أكثر قسوة. ظهر هذا الرجل أسوأ من مديره. جاء لين بإشعار بأن الدمية الدموية أصبحت في قمة الخوف منه، وشعبيته تتزايد. كان يتساءل: ما الذي يحدث؟ هناك أسماء عديدة أعرفها، لكن لا أحد منهم هنا. غريب. أخرج شيئا من جيبه، وضعه في الكوب وشرب بهدوء. هذا النبيذ جميل حقا. قالت الدمية للملكة إنه من الأفضل لها أن تترك هذا البشري، لكن الملكة ردت: كانت هذه مجرد البداية، والآن سترين شيئا أكثر رعبا. أمسكت بذراع لين، وهو شعر بشيء. عندما نظر وراءه كانت هناك لوحة تنظر إليه. استغرب: ما هذا؟ لماذا هناك لوحة بشرية في هذا المكان؟ اقترب منها وبدأت العين تتحرك. صدم عندما وضع أحدهم يده على كتفه. استدار: ما هذا؟ ظهرت الفتاة بشكل غير لطيف. لكن لين كان هادئا جدا. لا أهتم على الإطلاق. في المحادثة كان الجميع يقولون إنهم لو مروا بما مر به لكانوا فعلوا الشيء نفسه. كانت الملكة هناك. خائف لدرجة أنك لا تستطيع التحرك. صحيح. هي، ابدأ بالصراخ واستسمحني. أريد أن أرى وجهك وأن تتوسل. لكن لين قال: أهلا بك يا جميلة، كيف حالك؟
الجميع في الدردشة مصدوم. ما الذي يحدث؟ جذبها نحوه وقال: أعلم أنك جلبتك هنا لتكوني جزءا من هذا العرض المرعب، لكن لا تقلقي بشأن ذلك. تعالي اجلسي هنا معي وتناولي وجبة شهية. لكنها اقتربت لتلقي عليه لعنة. عندما أدرك لين ذلك، قام بصفعها. كان الناس في الدردشة جميعا في حيرة. الناس في الشاة كلها متحيرة. وبينما لين يدفئ يديه، طارت رأس الفتاة المسكينة. نزل إلى الأرض، التقط رأسها ونظر إليها بود، وقال بلطف: لا تخيفي الناس بهذه الطريقة، ما رأيك أن تكوني فتاة هادئة؟ كانت ترتجف من الرعب. هي لعنة، شبح، فكيف استطاع أن يلمسها؟ رد لين عليها موضحا: أنا صيدلي ودكتور، وأتعامل مع الأرواح الشريرة طوال الوقت، ولذلك دائما تحت تأثير جرعة تجعلني أستطيع لمس الأرواح. وإلا، كيف سأعالج الناس؟ أليس كذلك؟ الشبح يرد بتردد: تمام، تمام، رائع هكذا. لكن لين اقترب منها وقال مبتسما: سعيد أنني تعرفت عليك. اسمي لين، هل يمكننا أن نتعرف على بعضنا أكثر؟ شبح محترق في الشت يعلق بقلق. فيه شيء خاطئ يحدث. هل أنا الوحيد الذي يلاحظ هذا؟ وفي حين كانت الساحرة الدموية تتأمل المشهد، علقت ببرود: أكاد أنس، هذا الرجل يبدو سعيدا كلما كان أكثر رعبا. صرخ الشبح: مستحيل، كيف يتحمل رؤيتي المخيفة؟ فتحت رأسها لتريها المادة الرمادية بداخلها، وقال: الآن بالتأكيد سيشعر بالخوف. لكن لين نظر إليها وقال بإعجاب: أوه، هذا مثير. زادت حيرتها وهربت قائلة: ابتعد عني. لكنه أمسك بها قبل أن تدخل في الحائط وقال: أعلم أنك تحاولين تخويفي، لكنك لست بارعة بما يكفي. تعالي وسأعلمك الرعب الحقيقي. بدأ الشبح يرتبك ويسأل بخوف: ماذا تنوي أن تفعل؟ اقترب لين أكثر وبدأ يشرح بلطف: ألم تسمعي؟ سأعلمك كيف تخيفين الناس بجدية. عليك أن تشعري الضحية بضيق يتصاعد ببطء، ثم تنظرين في عينيه وتعطينه شعورا كأنه ينتزع قلبه بيديه. حدقت فيه الشبح بذهول ولم تجد ما تقوله. كانت الملكة تتفرج هي الأخرى بدهشة وصمت. لين أضاف بابتسامة صغيرة: وفي تلك اللحظة كل ما تفعلينه هو. فجأة بادلها نظرة مخيفة وصرخ بشكل مرعب. الأرواح التي في الوادي بدأت تفقد وعيها وتبدأ في الهرب، فيما صرخ الشبح المذهول في صدمة رعب لا مثيل لها. ومع هذا، قرر البعض في الشت أنهم لا يستطيعون مشاهدة المزيد وأغلقوا البث. بعضهم كان يتوسل للملكة قائلين: ملكة، كف، أوقفي هذا الجنون. لين نظر إليهم جميعا بوجه مرح وقال: أوه، كنت فقط ألعب معكم، لكن أعتقد أن الدرس كان جيدا، أليس كذلك؟ تعلمتم جميعا كيف تستخدمون التأثيرات البصرية والصوتية، وتعلمتم الأهم، عنصر المفاجأة. الشبح، الذي كان في حالة انهيار، بدأ في البكاء قائلا: أرجوك، ابتعد عني. وفي وسط هذا الاضطراب، تلقى لين إشعارا جديدا. الساحرة الدموية والشبح المحترق والمومياء كانوا جميعا مذعورين منه. بدأ لين يتساءل مستغربا: ماذا يحدث هنا؟ هل يشعرون بأنني مثلهم أم أن هناك شيئا آخر؟ وكأنهم يتابعون برنامجا واقعيا من عالم الأرواح. بدأ الشبح الصغير يتوسل للملكة: ملكة، من فضلك، أوقفي هذا البث، هذا الرجل غير طبيعي. فيما الهيكل العظمي المجنون يضيف: لقد قلت إنك ستخيفينه، لكن الجميع هنا خائفون. أغلقوا البث. الملكة بدت وكأنها فقدت صبرها وقال: كان من المفترض أن يكون هو من يشعر بالإخراج، لكنني أنا التي شعرت بذلك الآن. وفي لحظة من الحنق قال: سأذهب بنفسي وسأقتله. انتظروا الأخبار غدا. وضربت الطاولة بعصبية، وأخذت تحدق في المرآة حيث انعكس وجهها الغاضب، وخرجت من مكانها وهي تستعد. المومياء يقول لها بحماس: من الأفضل أن تسرعي، اقبضي عليه واقتليه. هي بترد عليهم: اتمنوا، المرة دي راسه هتبقى زينة قدام بيتي. بتحول شكلها الشيطاني وبتتحول لحالة سائلة، وزحلقت من السقف وبدأت تنزل قطرة قطرة وظهرت قدامه وقال: أنا طولت في احتمالك، بس دلوقتي هموتك. الشبح بيقول: معلمي، قال إنه كان هيصبر شوية، بس قرر يدور عليك. يمكن يكون خرج بر. حتى الكائنات اللي في بيتها بقوا بيتجنبوه. بتشوف بيمر جنب شباك وبتجري علشان تمسكه. ولما توصل، تلقيه ماسك البنت الصغيرة في حضنه. على طول تقول له: سيب بنتي حالا. لكنه قال لها:
هذه ليست الطريقة المناسبة للتعامل مع ضيف. لقد دعوتيني إلى العشاء، ولا يزال لم يتناول شيئا، بينما حاولت تخويفي في الأسفل. أجابت الملكة: كفانا من الكلام الفارغ. أنا أعلم جيدا ما فعلته بابنتي. لا تحاول أن تدعي أن ما فعلته كان بدافع لطفك وكرمك. رفع 3 أصابع وقال: لا أدري ماذا قيل لك، لكنني أؤكد لك، ليس لدي نية لخداعك. وفجأة ضرب البرق. يا إلهي، إنها صدفة غريبة، أليس كذلك؟ هل هذا يزيد من مصداقية كلامي؟ اقتربت أكثر، بينما كان هو يقع على السرير. حسناً، حسناً، لقد فعلت ذلك. لكن سيدتي، يجب أن تفهمي أنني لم تكن لدي أي نية سيئة. قالت له: يكفي من اختراع القصص. لكنه أوضح: كانت الأمور سيئة. كانت رأسها ستنفجر، وكانت خائفاً من أن الخنزير إذا عاد لن يعرف ابنته. كل ما فعلته كان بنية حسنة. الموقف أصبح في أزمة بنسبة 97%. اقتربت أكثر، رفع ذراعيه وقال: لقد استسلمت، لكن كان هناك أسباب أخرى، أقول الحقيقة. قالت له: اشرح. قال: بصدق، كانت خائفا من الموت. كانت ابنتك تشبه الوحش، وكانت تعتقد أنها ستقتلني. قالت: هذا العذر مقبول، بعد كل ذلك هي ابنتي. أضاف: كانت أرغب في معرفة ما إذا كان بإمكاني فعل شيء يبدو لطيفا في نظري. قال: انتظر، هل تقول أنك كانت تضغط على ابنتي كنوع من التدريب؟ هذا هو سببك؟ أمسكت بذراعه. اهدئي قليلا، هذا هو السبب، لكنني أردت أن أخلق فتاة صغيرة لطيفة حقا. لكن قمت بإجراء تعديل بسيط، تفهمين؟ قالت له: يكفي، سأهاجم الآن. رد باطلنا: انتظري، لدي خلفية. سألت: خلفية؟ تعني ماذا؟ كما تعلمين، أنا طبيب. اعتنيت بالكثير من الناس الذين استفادوا مني، وكلهم أصدقائي. إذا قتلتيني، سيكون أصدقائي غاضبين جدا، وسيأتون للانتقام منك. مثل من إذن؟ سحب من جيبه مسدسين. ليس مهما أن تصدقيني، لكن تعرفين ما هما، أليس كذلك؟ دهش. انتظر، هذان مسدسات الصيادين. قال: بالضبط. سألته لماذا تعتبر هذه المسدسات التي يعتز بها الصيادون معه. شرح: لأنني وهو من نفس النوع، وهو يحبني جدا، فأعطاني هذا السلاح للدفاع الشخصي. وقال لي إذا كانت في خطر، طلقة واحدة، وسيأتي لمساعدتي على الفور. كما تعلمين، هو موجود في الطرف الآخر من الحارة. طلقة واحدة، ولن يتأخر عن المجيء هنا. المسكين كان هناك يعطس، ثم وضع يده في جيبه. صحيح، لدي أيضا هذا. سألت مرة أخرى: ما هذا؟ تلك الشعرة. قال لها: هذه تميمة حظ أخذتها من الفارس الأسود. كانت متلخبطة. سعرة الفارس؟ نعم. اليوم بينما كانت أقص شعره، قال لي إنني قد أحتاج إليها، وأعطاني هذه الشعرة. وفيها لعنة. سأل: لعنة؟ لعنة ماذا؟ شرح لين لها: إذا حاول أحد مهاجمتي، ستعرفين لأن شعر صدره سيقف. تخيلي، هل تعتقدين أنه كان سيترك أحدا يحلق شعره هكذا؟ لكنني فعلتها ولم يحدث شيء. أليس هذا دليلا كافيا على علاقتي به؟ المسكين كان يعطس أيضا. فكر الشيطان. يا إلهي، لقد حاربت هذين الاثنين وكانا قويين جدا. بالتأكيد أي شخص يحلق شعرهما لن يبقى حيا. الآن، من المفهوم لماذا يعيش هذا البشري الضعيف هنا. يبدو أنه قد وصل. تحاول تخويفي، لكن لحسن حظي كانت أذكى منها. لكن فجأة تغيرت وقال: أنا تحاول خداعي مرة أخرى، أليس كذلك؟ الصياد والفارس الأسود أعداء منذ مئات السنين. عدوي صديقي، وهذا يعني أنه لا يمكن أن يكون الاثنان أصدقائي. كانت تعتقد أنني لن أدرك خدعتك. ضحك ضحكة خفيفة. أنت لا تعرفين، صحيح؟ كانت مستغربة. نعم، ماذا؟ يبدو أنهم أعداء موت، لكن في الحقيقة هم عشاق، يحبون بعضهم ويقتلون بعضا. ماذا تعني بذلك؟ حتى الاثنان يشعران بشيء ما. توقف القتال، وبدأوا يتحدثون مع بعضهم البعض. يا فارس، لا أستطيع التوقف عن العطس. ما نوع السحر الذي تستخدمه؟ أجاب الفارس: أنت من تلعنني في سرك. بينما بطلنا جالسا مرتاحا على كرسيه. أنا لم أذكر هذين الاثنين بعد، لكن لا أستطيع أن أخبرك شيئا عن أستاذي. صحيح. منشار الدم الحقيقي. تعلمين كم شخصا قطعهم وهو يأخذني تحت جناحه كطالب لديه.
هل تتخيلين ما سيحدث إذا مت؟ وكذلك الجزار تعتبرني كحفيدة لها. تخيلي لو مت، من المؤكد أنها لن تعجبها القصة. بينما كان بطلنا يواصل الكلام، بدأت الملكة المسكينة تشعر بالحيرة. ما هذه الفوضى؟ كانت فقط أرغب في قطع رأسه، لكن هؤلاء الأشخاص صعب التعامل معهم. فكر لين. هذا هو وقت الضربة الأخيرة. ثم أخرج حصوة. هل تعرفين ما هذه؟ سألت. ما هذه؟ هذه جزء من سن مخلوق من الهاوية. قالت. انتظر، هل هذه من المخلوقات العملاقة التي كانت تنظف الشوارع البارحة؟ لقد هربت بصعوبة وجئت إلى هنا، كائن يفر منه حتى الملكات، وهذا الشاب لديه شيء من سنه. هل تعرفين كم عدد الأشخاص الذين ماتوا في الأزقة القريبة؟ لماذا تعتقدين أن وادي الأرواح التائهة كان الوحيد المتبقي؟ قالت. لماذا؟ هو يشرح. واضح، لأن صياد الرؤوس هو صديقي. ثم حكى قصة قديمة عن ملك قوي ظهر في العالم المظلم. تحت قيادته غزا إمبراطوريات وجمع جيشا من ملايين المحاربين. لكن الملك المتعجرف أهان كائنا من أصل قديم وحاول أن يجعله يستسلم. وكانت النتيجة أن هذا الكائن قضى على كل الكائنات في يوم واحد، ولم يتبقى سوى عظام المملكة العظيمة. عندما سقط التاج على الأرض، ظهر قانون جديد في العالم المظلم: لا تجرح كرامة صياد الرؤوس. الآن الساحرة أصبحت مرعوبة. مستحيل. هل هو صديقك؟ يمكنني المرور من الآخرين، لكن هذا لا أستطيع التعامل معه. لكن إذا كان هو صياد الرؤوس، فلا يوجد أمل. لديهم طرق مختلفة للعثور علي، ومسحني قبل أن أتمكن من الهروب. وقف ليقول: مدام، أنا ضعيف بعض الشيء، لكن علاقاتي قوية. لا يوجد سبب يجعلك تغضب مني. في النهاية نحن جيران، والجيران يجب أن يهتموا ببعضهم البعض ويساعدوا بعضهم حتى يتدفئوا معا. ما رأيك؟ ما هذا يا صديقي؟ أنت أخت كبيرة ناضجة جدا. نظرت إليه وهو عاد ليضحك. هذه الابتسامة المزعجة. ضحكت هي. أنت تريدين الهجوم لكنك تتحملين. ثم عادت إلى شكلها البشري. حسنا، يمكننا التفاهم مرة أخرى في المستقبل. سأتحمل هذا قليلا ثم سأقتلك يا ولد. قال لين: الحمد لله. الكلمات التي قلتها لك اليوم في الصباح لم تكن كلها كذب، أعلم. رغم أن حديثك عن كرمك كان هراء، لكن هناك فعلا صفات لديك تختلف عن الأرواح الأخرى. نظرت إليه الساحرة بفضول. تريد أن تعرف هذه الصفات؟ اقترب منها. جمالك واهتمامك أستطيع رؤيتهما. المكان هنا مرتب، أليس كذلك؟ لكن منزلك فوضوي. انظري إلى كل شيء هنا. هناك إحساس منعش، ليس شيئا يمكن أن تفعله روح شريرة. خصوصا هذه الزهرة الجميلة. احمرت خجلا. لا يوجد شيء من هذا القبيل. تعتقدون؟ دكتورنا المجنون عاد. هل تذكرون في الفصل الماضي عندما وجد نفسه في بيت الساحرة الحمراء الصغيرة ولن لم يتمكن من التوقف؟ أعتقد أنك قلت إنك لا تحبين شكلها اللطيف، صحيح؟ فشرحي لي، لماذا ترتدي الزي الصوفي الذي صنعته بيدها؟ يمكنني أن أعرف. قالت الساحرة: لا، ليس أنا. لكن بطلنا قال: لا تحتاجين لشرح أي شيء آخر. حسنا، لكن اعترفي أنك تحبين رؤية ابنتك الصغيرة اللطيفة. لا يوجد شيء خاطئ في ذلك. بمعنى ما، هي تذكرك بنفسك. لأنك حتى مع كونك روحا شريرة، لا زال لديك قلب إنساني. كلما تحدث، أصبحت الساحرة أجمل. تذكرتها. ربما حقا لا أستطيع نسيان حياتي البشرية. لو لم أكن ميتة، كانت سأكون امرأة عادية. كانت سأزوج وأنجب ابنة. لكن الواقع مختلف. أنا ميتة، والآن أنا روح شريرة، ولذلك لا يوجد أمامي خيار سوى قبول هويتي الشريرة في هذا العالم. وإنسانيتي مدفونة في أعمق مكان في وعيي. لكن كيف عرف هذا الدكتور أنني دفنت تلك المشاعر بشكل جيد؟ النظام يحذر لين أنه كسر جزءا من كره الأرواح. لكن بطلنا لن يتوقف. هو يحتاج للقضاء على كل عدائها. مدام، لا أرى أنك تحبين أن تتحولي إلى روح شريرة. إذا كانت تريدين، يمكنني مساعدتك على العودة إلى إنسانية دائمة. بدت عليها علامات الشك. هل تعتقد أنك تستطيع؟ لا تضحك على نفسك. مجرد أنك أصلحت ابنتي، لا يعني أنك تستطيعين فعل ذلك معي. أنت لا تفهم. روحها الشريرة لم تكن نفسها بعد، لكن روحي قد تشكلت. بالمناسبة،
هل رأيت وجهي فقط؟ أليس كذلك؟ ثم بدأت تتحول. قدمي مليئة بالدم. يا إلهي، أنت تصبحين بشعة. توقفي. قالت: أعتقد أنه لا يوجد أحد رأى روحا فاسدة حقيقية من قبل. لا زلت واثقا أنك تستطيع تغييرني. حتى الطفلة بدأت تبكي، والأم الشيطانية تتحدث. اللعنة، الألم، الحقد. أنا تجسيد لكل هذا. هل تعتقد أنك تستطيع حل ذلك بيدك؟ بدأ عقل بطلنا ينهار. المسكين يعتقد: الآن أنا تعبان. إنها بشعة جدا، فوق طاقتي. لكن يجب أن أهدأ. إذا شعرت أنني خائف، ستأكلني. الأزمة الآن وصلت إلى 99، اقتربت من 100%. أغلق بطلنا عينيه وقال إنه لديه حل. سأستخدم قدرة تصحيح اللعنة التي تلقيتها. لكن النظام يحذره بأن لعنتها فاسدة جدا. ليس كل شيء قد يسير كما هو مخطط له. لكن بطلنا لم يكن يهتم. كان عازما على استخدام إزالة اللعنة. بدأ الضوء يخرج من يده. بعض الأرواح الصغيرة صعدت إلى السماء. ثم تمكن من فكها. لكن الساحرة ظلت عارية. كان ممسكا بتاج في يده والنظام يقول: اللعنة أزيلت، ووقت الشحن 12 ساعة. أعتقد أنه في هذا الشكل الجديد، الساحرة أصبحت أخطر. قال لين: أخبرتك؟ ليس كذبة. كانت متلخبطة وتقول: مستحيل. كيف أزلت اللعنة مني؟ بطلنا الآن واثق. أخبرتك؟ أنا دكتور ولن أتنازل عن عملائي. لكن خلف الطفلة الصغيرة كانت سعيدة بينما هو يمسح عرقه. لكن بطلنا لم يفهم. يبدو أنها جننت أكثر من دون اللعنة. وبعد قليل كان بطلنا مع الطفلة ينتظر عودة الأم من الغرفة. لقد مر وقت طويل، وأيضا أحضرت شيئا من النظام. لكن عندما عادت قالت: آسفة على التأخير. لكنها عادت بشكل خطير جدا، وكل هذه الجاذبية. آسفة، أخذت بعض الوقت في تغيير ملابسي. احمر بطلنا. هل من الممكن أن تكون هذه واحدة أخرى؟ حتى أنها اعتذرت له، قائلة إنها قامت بأشياء زادت. قال لين: لا توجد مشكلة. نحن جيران الآن، ويفضل أن نساعد بعضنا البعض. لكنها نظرت إلى الجنوب وابتسمت. تقول إنها لم تتوقع أنه سيزيلها بالكامل بهذه الطريقة. الود تجاهه في السماء، وهو يحذرها: أنا أزلت اللعنة، لكن ليس بشكل دائم. بعد 24 ساعة ستعودين إلى شكلك الأصلي. قالت: فقط 24 ساعة؟ قال: نعم، لكن إذا جئت لزيارتي بانتظام ستصبح دائمة. ابتسم: حقا، هل يمكنني أن أزورك كل يوم بعد الآن؟ زادت 20 في الود. هو أشار بإبهامه: بالطبع، سأعطيك خصم 20%. فكر في نفسه: لم أحل الأزمة فقط، بل كسبت زبونة مدى الحياة. لكنها متحمسة وسألت: خصم؟ هل يجب أن أدفع شيئا؟ قال بطلنا: للأسف، هذا يأخذ مني طاقة كبيرة، وبما أن متجرنا صغير ستكون رسوما بسيطة، ليست شيئا كبيرا. هناك. قالت: حسنا، ما هو السعر؟ كان لين متلخبطا. ليهبة تتكلم كثير عن الفلوس. أنت كانت قوي جدا. لازم يكون عندك فلوس على الأقل. هي بتقول: بالفعل.